تسجيلات إمام الزمان تقدم هذا الرابط، بارك الله فيكم. هذا الرابط موجود، حط أخينا الكريم. طيب، سؤال: كيف كان شر الرافض اللي معاك بالعمل، وكيف كانوا يتعاملون معاك بعد شهر؟ أنا اشتهرت أكثر، يعني اشتهرت، حلوة هذه، إن عرفت أكثر يعني بعد ما طلعت تقاعد أكثر يعني. لكن حتى أيامها كانت توصل لي أخبار بأنهم يعلمون بأني أنا أبو مشاري اللي في اليوتيوب. أنا أبو مشاري اللي في اليوتيوب. ولا زال الشباب لما أشوفهم يتكلمون، شبابنا يقولون هذا أبو مشاري اللي كان معانا وهذا كذا، لأن كان عندنا بالدوام جابوا لنا كمبيوترات وجابوا فيهم انترنت يعني حتى بالدوام كانوا يدشون هم، بس شنو ما يتجرؤون قدامي يتكلمون بهالموضوع هذا. طيب، بعد يا العنزي بارك الله فيك اسأل: أرجو تبلغ رسالة. أقسم بالله أني كنت لا أعرف شيء عن البالتوك لما سويت على اليوتيوب وصمت أتعلم دخول البالتوك، جزاه الله خير. والله الكثير من الإخوان والأخوات الذين دخلوا البالتوك هم عن طريق اليوتيوب، دخلوا عن طريق اليوتيوب المواد اللي اسمعوها، وحتى كنت أطلب منهم يعني للتعرف إلى المزيد عن الدين الاثنى عشري دخول غرفة البالتوك. ماشي ابو حمد بلغني ان ما في حوار اليوم، اجلوها لبكره، فعندنا وقت يعني. فحتى على فكره وايد ناس كانوا مثلي ما يعرفون الدين الاثنى عشري، الان عرفوا حقيقه هذا الدين، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع ان شاء الله، بس خل اجاوب على السؤال هذا واعطيك المايك. طيب تفضل مرعب، معك المايك بس دقائق، ارد على التليفون بس لا تسال شيء، بس خلني ارد على التليفون. تفضل استاذ مرعب. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي العنزي خلي الأسئلة شوي إن شاء الله. المشكلة نظبطها بالجهاز عندي، وخلنا نستمر بالسلسلة اللي احنا مرتبينها أنا وياك، ورح نغطي كثير من أسئلة الإخوان بطريقة ثانية أتوقع. وبعد ما نخلص الأسئلة إن شاء الله، إذا ما تغطت الأسئلة اللي احنا راح نسألها لأبو مشاري، بتشوف أي سؤال غير هذه الأسئلة قدمه، لأنه ممكن خلال 29 سؤال أو 27 سؤال الموجودين مجهزينهم إحنا يا إخوان، يكون في أسئلة الإخوان يعني اوريدي إحنا راح نسأله إياها، فممكن يعني الأسئلة تنصاغ بأكثر من طريقة، فبالتالي ممكن يوصل للعنزي يا إخوان سؤال واحد 6-7 مرات. فإحنا راح نسأل أبو مشاري، عرفتوا كيف يا إخوان؟ راح نسأل أبو مشاري تقريبا 26-27 سؤال. إذا حدا من الإخوان عنده سؤال خارج هذه الأسئلة ما تغطت، يعني أسئلتنا ما غطت استفسارات الإخوان، أي استفسار ثاني أو سؤال ما وصل جوابه للإخوان، بيقدروا يبعثوه لأخونا العنزي. عرفتوا كيف يا إخوان؟ هذا موجود يا أخونا اللي كتب سؤال مهم، موجود إن شاء الله. دفش حبيب قلبي دفش. فإن شاء الله يا إخوان، والله يا أخوي المشكلة من عندي. نعم إن شاء الله في عشاء إن شاء الله. كل واحد بيروح بيفتح الثلاجة وبطول سانكست وبفك وبياكل إن شاء الله. نعم بوفيه مفتوح. عرفتوا كيف يا إخوان؟ فخلينا نسأل الأسئلة اللي احنا مجهزينها، أو بالأحرى جهاز أخوي العنزي. أنا ساعدته بكم من سؤال فقط، وله هو إعداد كله أخونا العنزي، فنسأله إياها. إذا في سؤال ما تغطى ضمن أسئلتنا، يا ريت تبعتوها لأخونا العنزي. أما يعني سألنا سؤال ما في داعي حدا من الإخوان يرد يبعث كمان مرة السؤال لأخونا العنزي، لأن بتوقع العنزي الله العليم أبصر كم سؤال صار عنده للآن. فشو رأيكم باقتراح يا إخوان؟ نسأل الأسئلة اللي احنا عايزين له إياها،
وإذا في شيء ما تغطى بأسئلتكم. في تقطيع وين يا إخواني؟ في تقطيع وين؟ في تقطيع وين؟ في تقطيع عندي أنا عندي تقطيع. طيب ما في تقطيع، الصوت ممتاز. طيب ممتاز. طيب عم ابو مشاري، ما دامك رجعت عم ابو مشاري، خلينا نرجع لموضوعنا. واحنا مرتبين اسئله ان شاء الله راح نغطي كل استفسارات الاخوان. عم ابو مشاري، في سؤال يعني من خلال تسجيلاتك عم ابو مشاري، راح اسالك 3 اسئله تقريبا وبتجاوبهم. من خلال تسجيلاتك عم ابو مشاري شفنا انه اكثر شخص بتركز عليه الفالي. شو السبب اللي خلاك انك تركز على هذا الشخصية؟ السؤال اللي بعديه، تعرف مثلا شخص شيعي صديق إلك، يعني عندك من الناس الشيعة بيعرفك بشكل شخصي وبسئلاتك، وشو موقف هذا الشخص منك؟ يعني إذا عندك شخص صديق إلك مقرب أو صديق بتعرفه شيعي وبيعرف أنك أنت أبو مشاري صاحب هذه التسجيلات اللي بتعرض فيها، اللي بتعرضها على اليوتيوب. وإن شاء الله بعد هذول السؤالين راح نرجع لموضوع المباهلة. في على تقريبا 3-4 أسئلة موضوع المباهلة، أسئلة مهمة جدا. تفضل عم أبو مشاري، السؤالين يا ريت نسمع منك. تركيزك على الفالي، وإذا في عندك شخص شيعي صديق إلك كيف تتعامل معه. تفضل عمي، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير عمو مرعب، بارك الله فيك. باختصار شديد، بالنسبة للفالي طبعا ما كان يعني الاستقصاد كالفالي نفسه، لكن لقيت الشخص اللي ممكن الواحد يضحك عليه، وممكن الواحد يبين للشيعة عقلية هؤلاء المعممين اللي موجودين عندهم. خاصة الفالي يلقب بالعلامة، علامة السيد محمد باقر الفالي، فمشت معاي. أما المهاجر فأنا يعني ما أطيق هذا الرجل، يعني لأن أغلب محاضراته وأكثرها كلها يدعو فيها إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الاستغاثة بغير الله، وكلامه كبير يعني كلامه كفري. أما الفالي فعاد يعني شغلة تضحك عليه، تطنز عليه وتبين للناس حقيقته. ثانيا، بالنسبة إلى عندي صديق شيعي، نعم عندي كان زميل بالعمل شيعي، يعني وسنين أنا معاه بالعمل، واسمه علي، الله يوفقه إن شاء الله. بصراحة كان رجل، كنا مع بعض يعني، كان رجل يعني جيد جدا معي. لكن هل هو يعلم يعني في الآونة الأخيرة أن أنا صاحب تسجيلات أو أن نتكلم عنه؟ ما أدري، هذا اللي ما أعلم فيه، هذا اللي ما أعلم فيه. طيب في شيء بارك الله فيك، إذا في شيء مرعب تكتبون لي على التكست. في شيء يا أستاذ مرعب بارك الله فيك، حطونا على الأسئلة على التكست حتى لا يضيع الوقت، لأن تدرون الشباب طول يا مرعب. تفضل حبيبي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. لا عم مشاري، احنا بدنا المايك يتداول بيننا عشان لأنه في تسجيلات الإخوان مسجله، وإن شاء الله راح ننزلها باليوتيوب يعني ضمن سلسلة يعني، فعشان هيك احنا حابين انه يكون يعني الأسئلة بالصوت كمان. عم ابو مشاري، من تقريبا سنة في حدث يعني نحكي أقوى حدث صار في تاريخ البالتوك، موضوع مباهلة حسن شحاتة اللي هو عفن عباطة. ما بعرف يعني في حدا عرض عليك مباهلة حسن شحاتة؟ استشرت مثلا حدا قبل مباهلته، ولا إيمانك إنه هذا الشخص كافر بيستحق المباهلة وفضحه؟
بعد ما باهلتم في حدا عاتبك على مباهلته من باب الإشفاق عليه؟ نحن نعرف المباهلة يعني ملاعنة، يعني الله عز وجل انتقم من حسن شحاتة، وسمعنا أنه حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية، تتوقع أنت هذه الوعكة الصحية والشيء اللي صار معه من أثر المباهلة؟ وبعد أنت ما عرفت باللي صار بحسن شحاتة، شعرت مثلا بالندم انك بهلت هذا الشخص ولا لا؟ هذه اسئله بخصوص حسن شحاتة. لا، هو جاوب بمنطلق واحد. اسئلتنا هذه يا اخوان اشمل شويه، انه اذا استشار حدا قبل هيك او هو يعني اجتهاد شخصي منه، في حدا عرض عليه انه يباهل، اشفق عليه بعد هيك، ندم مثلا على مباهلته بعد هيك او لا؟ تفضل عمي ومشاري نسمع منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباهلة ما كان لي فيها يعني لا استشرت أحد ولا كان مخطط لها. يعني قلت كان المباهلة دخلت بالصدفة على أحد الأخوة الديوانية ولقيته قاعد بالغرفة يسجل وعرضنا المباهلة وتمت المباهلة. يعني حتى أساسا كصيغة مباهلة شرعية ما عندي فكرة عنها، لأن ما فكرت فيها يعني في يوم من الأيام. بعد المباهلة طبعا وصل خبر بنفس اليوم إلى الشيخ عثمان الخميس محمد وعرف الموضوع. طبعا ما كان متخوف من موضوع المباهلة، لأن مباهلتي أو باهلت على شيء على قولتهم من حديد، يعني باهلت على أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فهذا معتقد المسلمين ومعتقد السنة والجماعة. لكن كان عنده على موضوع كلمني هار مشاري، أنت يعني وضعك الصحي عارف، أنت عندك القلب وعندك كذا وعندك كذا، لا سمح الله الآن لو صار فيك شيء يعني راح تنقلب الموازين يعني وتعتبر كارثة، يعني ومعناها أن كلامك خطأ، أن كلامك كذا. فكان كلام نوع من الصحة، يعني أنا كان وضع الصحي قبل المباهلة يعني عملية بالقلب، قسطرة، شغل قسطرة وهالسوالف، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى الحق يعلى ولا يعلى عليه. هذا ابو مشاري الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى قاعد قدامكم وسولف، وذاك حسن شحاتة الله أعلم بحاله. الله يسلمك، خليكم، بارك الله فيكم. طيب شنو بعد؟ في شيء الشر مايك حبيب الغالي، حياك الله. شنو بعد ابو مرعب؟ في شيء بعد بالنسبة للسؤال؟ بالنسبة إلى هذا السؤال، أما التخوف من المباهلة مثل ما تقول، لا يا أستاذي، وأنا سبق وذكرت هذا الموضوع عدة مرات، أو هذا الكلام، أن المباهلة هذه لو سنحت لأحد أهل السنة والجماعة ما كان راح يرفضها، وكان أنه يتمنى هالشيء، مثل ما الآن الكل يتمنى أن يباهل ياسر الخبيث. الكل الآن يتمنى أن يباهل ياسر الخبيث. هذا شيء مفروغ منه. يعني نحن إيماننا وبعقيدتنا في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا شيء أمر مسلم. بارك الله فيكم.